دعاء عظيم قال عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من قاله في يوم الجمعة 70 مرة لم يمر عليه جمعتان إلا وقد أغناه الله من فضله. وقبل أن نتعرف على هذا الدعاء، رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. إخواني الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم ولكل من ترك تعليقا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في عمره، وأن يوسع له في رزقه، وأن يقضي عنه دينه. اللهم اكفه شر ما يكون قبل أن يكون. يا رب لا تجعل للحزن مكانا في قلبه. يا رب إن ضاقت به الأحوال فأوسعها له برحمتك. يا رب اجعله دائما وأهله في حرزك وأمنك وضمانك. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجه من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. رب لا تحجب دعوته، ولا ترد مسألته، ولا تدعه بحسرته، ولا تكله إلى حوله وقوته، وارحم عجزه، فقد ضاق صدره وتاه فكره وتحير في أمره، وأنت العالم سبحانك بسره وجهره، المالك لنفعه وضره، القادر على تفريج كربه وتيسير عسره. اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف به فيما جرت به المقادير، واصرف عنه السوء، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أسألك له بركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقه النظر إلى وجهك الكريم. اللهم افتح له بخير، واختم له بخير، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يا رب أن تدبر أمره بأحسن التدابير، وأن تيسر أمره بأحسن التياسير، إنك على كل شيء قدير. ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من قرأ بعد صلاة الجمعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: من قرأ بعد صلاة الجمعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد إلى آخرها، وسورة الفلق إلى آخرها، وسورة الناس إلى آخرها، من قرأ هذه السور الأربعة في مجلسه بعد صلاة الجمعة قبل أن يتكلم وهو جالس جلسة التشهد، أعاذه الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى، وفي رواية حفظ إلى الجمعة الثانية. وقال الإمام ابن حجر: ينبغي أن تقرأ هذه السور بعد الأذكار المأثورة بعد الصلاة. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه: يستحب قراءة هذه السور الأربعة مع هذا الدعاء. فقال رحمه الله: إذا فرغت من صلاة الجمعة فاقرأ الفاتحة قبل أن تتكلم 7 مرات، والإخلاص 7، والمعوذتين 7، فذلك يعصمك من الجمعة إلى الجمعة، ويكون حرزا من الشيطان. ويستحب أن يقول هذا الدعاء بعد قراءة هذه السور الأربعة:
اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. من قرأ هذا الدعاء بعد صلاة الجمعة أغناه الله عن خلقه. وورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قال يوم الجمعة 70 مرة اللهم أغنني بفضلك عمن سواك، وبحلالك عن حرامك، لم يمر عليه جمعتان حتى يغنيه الله تعالى. فأكثروا من هذا الذكر المبارك في يوم الجمعة، وذكروا به غيركم، واعلموا أن الدال على الخير كفاعله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.